فجأة سمعوا ابنهم وهو بيصرخ وبيستنجد بباباه ومامته. كل اللي في البيت جروا عليه علشان يطمنوا على ابنهم ده اللي كان اسمه جين. وكانت المفاجأة انهم لقوا اساس الأوضة كلها سواء سرير او دولاب او تسريحة واقعين على ابنهم، ولولا ان ابنهم استخبى تحت التسريحة عشان يتحمى فيها كان زمانه مات بسبب الدمية المسكونة دي. سنة 1904 جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا بأمريكا، وفي إحدى المنازل الفخمة لعائلة فنان مشهور اسمه روبرت يوجيني أوتو، واسم الشهرة بتاعته جين. جين كان وحيد أبوه وأمه. القصة دي حصلت لما كان جين صغير، وأبوه وأمه كانوا متعودين على السفر الكتير وحياة الرفاهية والترف، لكن ما كانوش بياخدوا معاهم ابنهم جين، وكانوا بيسيبوه مع مربية تربيه. المربية دي كانت سيدة عجوز وكانت من جزر البهاما، واللي معروف عنهم تمرسهم الشديد لسحر الفودو، وده من أشد أنواع السحر، واللي هكلمكم عنه في فيديو منفصل لوحده لأنه تفاصيله كتير قوي. أم جين كانت من النوع العصبي جدا، وكانت دايما بتزرزر على الخدم الموجودين عندها. وفي يوم من الأيام اتعصبت على الخادمة العجوز دي اللي هي أصلا كانوا مستحملينها بالعافية عشان ابنهم جين بيحبها. فمامته وباباه قرروا إنهم يطردوها، لكن جين كان بيعيط جدا علشان كان متعلق بالخدامة دي، لأن كان بيقضي معظم وقته مع الخدامة دي في سفر بابا ومامته. ومن كتر عيط جين مامته رجعت في قرارها عن طردها للخادمة دي، ولما رجعتها البيت اشترطت عليها شرط واحد، إن هي تقعد لمدة شهر ومحبوسة في أوضة من الأوض، والأكل والشرب يطلعوا لها لغاية عندها، وهي يا دوبك تروح الحمام وترجع تاني، ولو شافت جين تشوفه مدة بسيطة جدا. ومامة جين عرفت ابنها ان هي الخادمة دي هتقعد شهر واحد بس، والمربية عجوز وافقت على شروط ام جين، وطبعا اتوعدت لها بالانتقام. وتوعدها بالانتقام ده كان نتيجة ان هي حست ان ما اتقدرتش طول فترة ما هي كانت بتخدم في البيت ده، فعملت دمية من القماش والقطن وعملت عليها سحر الفودو. وقبل ما تمشي من البيت ادت العروسة دي لجين وقالت له ان العروسة دي اسمها روبرت، وطلبت منه ان يحتفظ بيها كذكرى منها ليه. وبعدها والعجوز اختفت تماما. مع الوقت جين اتعلق بالدمية دي وبقت ملازماه في كل حاجة بيعملها، لدرجة انه بينام وياخدها في حضنه، وجاب لها لبس بحارة ولبسه لها. وفي يوم من الايام ابوين جين سمعوه وهو بيتكلم مع نفسه في الأوضة، ولاحظوا كمان ان هو بيغير طبقات صوته. قالوا يمكن ده عادي طفل وبيلعب. وتاني يوم اكتشفوا ان الصوت ده بدأ يخشن اكتر واكتر، وقالوا استحالة ان ده ممكن يكون صوت ابنهم، لان ابنهم صغير 5 سنين ما يقدرش يوصل للطبقات الصوتية دي. وهم قاعدين بيسمعوا كده سمعوا فجأة صراخ شديد من جين. طلعوا يجروا بسرعة على الأوضة علشان يشوفوا في ايه، وبمجرد ما دخلوا الأوضة لقوا جين ابنهم في زاوية من زوايا الأوضة كده قاعد ومقرفص على نفسه وحاسس بإحساس خوف شديد، وبيبص على الدمية روبرت وبيشاور عليه. وفي الوقت ده الدمية روبرت كان قاعد على الكرسي وبيبص لجين. بابا ومامته سألوا جين وقالوا له مالك فيك ايه؟ فشاور على الدمية وبيقول انها هي اللي عملت كده. مع الأيام بدأت تحصل أمور مش طبيعية في البيت. الأطباق بدأت تطير في المطبخ وتتكسر من نفسها حتى في وجود الأسرة وهم بيتغدوا في المطبخ، والأبواب بقت بتفتح وتقفل من نفسها، وألعاب جين أكن حد بيقطعها ويكسرها، ومحدش من اللي في البيت عارف ايه تفسير اللي بيحصل ده. وكل ده محدش يستوعب منهم ولا يصدق ان ممكن كل ده يكون من افعال الدمية روبرت دي، وفكروا ان جين هو اللي بيعمل كده، لدرجة ان هم عاقبوه وقعدوه على فترات متقطعة في الأوضة عقابا منهم ليه. لكن هم مع الوقت حسوا ان هم اذنبوا في حق جين، وتأكدوا ان مش جين هو اللي بيعمل الحاجات دي، فحبوا يواجهوا جين ويقولوا له انت ليه يا جين بتعمل كده؟ قال لهم مش انا اللي بعمل كده، وان الدمية هي اللي بتعمل كده، وانتوا مش مصدقيني. لكن بابا ومامته برضو ما اقتنعوش ان الدمية دي هي اللي ممكن تكون بتعمل كده، لغاية ما في يوم من الايام الخدم راحوا لابوه وامه وقالوا لهم ان هم شافوا الدمية وهي بتجري بالليل، لدرجة ان هم حاولوا يمسكوها بس هي كانت بتهرب منهم، وكل ما يجوا يمسكوها تطلع تجري منهم على الجدار، يمسكوها وهي بتجري على الجدار تطلع تجري منهم على السقف بس بالمقلوب. وطبعا كل ده في وسط ضحكات شيطانية شريرة من الدمية علشان يعني الخدامين مش عارفين يمسكوها. ده غير ان الجيران اشتكت كتير لأبو وأم جين وقالوا لهم ان هم بيشوفوا حد
بيبقى واقف في الشباك وينط من شباك لشباك وبيجري بسرعة رهيبة جدا في البيت. لكنهم ما كانوش برضو بيصدقوا ولا بيقتنعوا بالكلام ده خالص، سواء كان من شهادة الخدم او من شهادة الجيران. لكن المرة دي بقى الرعب زاد اكتر واكتر. وده حصل لما في يوم من الايام جين كان بيصرخ ويقول روبرت هو السبب وعاوز يقتلني. كل اللي في البيت طلعوا يجروا على جين، وفجأة لقوا ابنهم وهو في اوضته. الاساس بتاع الاوضه كلها فوق ابنهم جين، بمعنى ان السرير والتسريحه والكومودين الموجودين في الاوضه كلهم كانوا فوق ابنهم، لولا بس ان ابنهم استخبى جوه التسريحه. وكان في الوقت ده ابنهم بياخد نفسه بصعوبه شديده جدا. بس بابا قرر ان هو ياخد الدميه دي ويقطعها، لكن كل الخدم حذروه انه ما يعملش كده لان ممكن تصيبهم كلهم لعنه. فقرر انه يحبس الدمية دي في مكان محدش يقدر يفتح عليها تاني بعد كده. ومرت الايام والسنين وجين كبر وبقى رسام مشهور ومؤلف، واتجوز من بنت جميلة اسمها آني. وما حصلش اي حاجة غريبة خالص طول فترة ما الدمية دي محبوسة في صندارة البيت، باستثناء كام شكوى من الجيران كده لجين وزوجته، بان الجيران دي بيقولوا ان هم بيشوفوا شخص واقف ورا الشباك وعمال يبص على اللي رايح واللي جاي. لكن جين وآني دايما كانوا بيستهتروا بالكلام ده واستهزأوا بيه ويقولوا مفيش اي حاجة زي كده. بس جوه نفس جين كان عارف ان دي افعال الدمية روبرت، وفي الغالب ما كانش بيقول لمراته. وفي سنة 1972 جين اتوفى وزوجته قررت ان هي تبيع البيت، وبالفعل باعت البيت وما قالتش اي حاجة خالص للملك الجديد عن موضوع الدمية اللي في الصندرة. ولما العيلة الجديدة جت، زي اي حد من اي بيت جديد بيتفقد اي تفاصيل موجودة في البيت، سواء كان من اوض او مضروم او خلافه، واكتشفوا بالصدفة ان في عندهم صندرة وقرروا يفتحوها، وهي ريتهم ما فتحوها. واول ما فتحوها وطلعوا فوق شافوا ان الصندرة مليانة بالتراب، الا حاجة واحدة بس معلهاش ذرة تراب، الا وهي الدمية روبرت. كانت قاعدة على الكرسي بتاعها وبتبص على الشارع المطل على البيت، ولبس البحارة بتاعه اللي كان لونه ابيض ما كانش عليه ذرة تراب واحدة. والملك الجديد ده كان عنده طفلة عندها 10 سنين، واول ما شافت الدمية روبرت اتعلقت بيها وقررت انها تاخدها وتلعب بيها. وبدأت الاحداث الغريبة تحصل في البيت من تاني. بعد كام يوم الطفلة دي بدأت تصرخ وهي نايمة بالليل، وطبعا كل الموجودين في الوقت ده طلعوا يجروا على البنت عشان يطمنوا عليها. فقالت لهم انها شافت الدمية وهي بتنط من كرسي لكرسي وبتجري على حيطان الأوضة. ده غير ان الدمية دي حاولت تهاجمها وتأذيها، وطبعا ده اللي خلاها تصرخ وتستنجد بأهلها. فوالدها قرر انه يتخلص من الدمية دي ويبعدها عن البيت خالص، فوداها متحف من المتاحف الأمريكية بهدف التخلص منها، وما جابش اي سيرة عن افعال الدمية دي لإدارة المتحف. وكل اللي قاله وقتها ان الدمية دي أثرية ومصنوعة من زمان، فالمتحف أخدها واحتفظ بيها وكان لسه هيعرضها على الجمهور. وفي ليلة ما المتحف ده خد الدمية بدأت تحصل مشاكسات من الدمية روبرت دي. والمرة دي العمال والموظفين الموجودين في المتحف شافوها وهي بتجري في المتحف وبتجري كمان على الحيطان. فإدارة المتحف قررت تدور على تاريخ الدمية دي، وعرفوا تاريخ الدمية دي وقرروا ان هم يعرضوها، ولكن يكون عليها صندوق ازاز عشان ما تخرجش منه وما تأذيش حد. وبكده اكون قلت لكم حكايه البابا. اتمنى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل، وهستنى ارائكم في الكومنتات. واتمنى برضو ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد من اي فيديوهات بقدمها. وكالعاده سلام.